تتابع ببالغ القلق الهجمات الإرهابية والانفصالية التي وقعت في باماكو ومدن أخرى في مالي واستهدفت مناطق مدنية وعسكرية. وصرح المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدين هذه الأفعال الإجرامية الجبناء وتعرب عن تعاطفها مع الشعب المالي الشقيق وخالص تعازيها لأسر الضحايا. كما أفاد أن المملكة المغربية تعبر عن تضامنها مع مالي الشقيقة وعن دعمها الكامل والثابت لسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامتها الترابية، مؤكدة دعم المغرب المستمر للسلطات الوطنية المعنية في جهودها لمكافحة الإرهاب والانفصالية في مالي والساحل. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أكد فيه الجيش المالي وقوع اشتباكات في العاصمة هذا السبت مع جماعات إرهابية، كما تعرض مقر الجيش الواقع في كاتي على بعد 15 من باماكو لهجوم لم يتم تبنيه. وفي الشمال يدعي المتمردون الطوارق أنهم سيطروا على مدينة كدلة. إذا متابعين الكرام، في هذا الفيديو غد نتحدث حول آخر المعلومات، آخر التطورات فيما يتعلق بالوضع في مالي، استنادا إلى آخر ما نشر من تقارير من بيانات رسمية ومن معطيات سنقدمها في هذا الفيديو. إذن في هذه الساعة متابعين الكرام، الوضع شبه مستقر في مالي. منذ الهجمات اللي كانت صباح اليوم، القوات المالية أعلنت بأنها بدأت عملية تنشيط واسعة وبدأت كتقتل في عدد من العناصر، سواء ديال تنظيم القاعدة والذي للأزوديين في الشرق. الحديث عن سقوط كدلة ولا المدينة ديال كدلة سابق لأوانهم، كون أن القوات المالية وكذلك الروس معهم الجيش الروسي ما زالوا متواجدين في نفس المدينة ولا في كبريات القاعدة اللي كاينة في المدينة، يعني ما انسحبوش من المدينة، ما زالوا الكرمين في المدينة. القوات المالية أعلنت عن حظر الاتجوال في المدينة ديال كدلة، وكان واحد المدينة سميتها جو كانت قد أعلن تنظيم القاعدة عن الاستيلاء على هذه المدينة، لكن يبدو أن القوات المالية ما زالت تستولي على المدينة، وأعلنوا حالة الطوارئ وكذلك حظر الاتجوال، وأعلنوا على أن المواطنين خصهم يكونوا يحملون معهم بطاقات التعريف الوطنية ديالهم كانوا باغين يخرجوا لكي يتم التعرف عليهم ولكي يتم التأكد بأنهم ليسوا من تنظيم القاعدة. هذا الهجوم واسع النطاق اللي بدأ هذا التحالف ما بين الانفصاليين والإرهابيين على ما يبدو بأنه فشل في تحقيق مراده، لأن الهدف شنو هو؟ الهدف كان أن تنظيم القاعدة يسيطر على العاصمة، ويبدو أن العاصمة لم تسقط، يعني باماكو لم تسقط. كذال ما زال هناك تضرر في الأنباء كيقولوا بأن القوات المالية ما زالت كينين تم هما والقوات الروسية، وأنهم بدأوا كيمشطوا في المنطقة وكأنه حظر للتجوال. كان هناك بيان لتنظيم القاعدة اللي قالوا فيه بأنهم هم اللي كيتبنوا الهجوم ديال صباح اليوم. هذا الهجوم اللي داروه اليوم كيتبنوا بالعملية اللي داروها بشراكة، لأول مرة كيقولوا أنهم نفذوا هذه العملية بشراكة مع الأزواديين، مع حركة تحرير الأزواد، بشراكة بينتهم. لأول مرة كتعلن هذه القضية لأول مرة كتعلن هذه الشراكة ما بين تنظيم انفصالي وتنظيم إرهابي في وضح النهار. وهذا شيء مزيان لينا احنا متابعين الكرام، باش من الآن فصاعدا الانفصال غادي يرتبط بالإرهاب. مزيانة لينا هذه النقطة هذه. التورط ديال النظام الجزائري غير مستبعد، لا نستبعده بطبيعة الحال. تورط النظام الجزائري ولا حتى المرتزقة ديال البوليزاريو أقولها لكم الآن بشكل واضح، لا نستبعد أن يكون هناك تورط لنظام زريبة الجزائر، سواء بالجنود ديالو ولا بالعتاد ولا بالمرتزقة ديال البوليزاريو. كل شيء ممكن، لأن شوفوا خصكم تفهموا واحد القضية، راه مالي تسحب الاعتراف ديالها بالبوليزاريو، راه ضربة قوية جدا للنظام الجزائري، ما بغاتش تسرط لهم، فبالتالي انتم كتشوفوا النتيجة كيحركوا الإرهاب، نظام إرهابي سرطان على المستوى ديال المنطقة. وديما كنا كنقولوا هذه القضية هذا السرطان الموجود على المستوى ديال المنطقة ما غادي يخلي حتى شي دولة هانية، ما غادي يخلي حتى شي دولة مكلمية، ما غادي يخلي حتى شي دولة في أمان الله، إلا باستئصال هذا السرطان اللي هو النظام ديال زريبة الجزائر. هذا هو الحل الوحيد اللي كاين، أننا نستأصل هذا السرطان هذا اللي كاين. بطبيعة الحال الوضع في مالي وفي الساحل عموما سيتطلب منا أننا ندير خطوات، وهذه الخطوات نقدر نشوفها في المستقبل، نقدر نتحدث عليها في المستقبل. أنا هذه الأيام هذه تحدثت لكم على دول الساحل بزاف، وقلت لكم أودي بأنه جاية أمور مازال غادي نتكلم عليها في وقتها. لذلك القضية ليست فقط متعلقة بمالي تسحب الاعتراف بالبوليزاريو، بل بمشاريع مغربية مهمة جدا على المستوى ديال منطقة الساحل، اللي غتخلي النظام ديال زريبة الجزائر أنه يمشي ويبدأ في زراعة الإرهاب وفي دعم الإرهاب علنية على المستوى ديال منطقة الساحل، لأنه ما غاديش يبغيو المنطقة ديال الساحل تزدهر، ما غاديش يبغيو المنطقة الساحل تستقر. النظام ديال زريبة الجزائر يزدهر في الإرهاب، في الدمار، في الخراب، في الاقتتال، في الفوضى.
هنا فين كيلقى الراحة ديالو؟ ما كيلقاش الراحة ديالو في الاستقرار والهدوء وعلاقات جيدة ما بين دول الجوار، لا، وضروري خصو الفوضى، ضروري خصو هذه المشاكل هادو. والماليين ماشي مرة، ماشي جوج، ماشي ثلاثة، ماشي أربعة كيتهموا الجزائر بدعم الإرهاب. عندك هما، وعندك النيجر، وعندك بوركينا فاسو. يلا مؤخرا وزير الخارجية ديال النيجر، وزير الخارجية ديال مالي، قبل هذا الهجوم هذا كانوا في واحد المؤتمر ديال الأمن في السنغال أعتقد، خرجوا وقالوا بأن هناك دولة في المنطقة تدعم الإرهاب بشكل واضح، وهذه الدولة معروفة. شنو كيقصدوا؟ من دولة كيقصدوا؟ إذن المعلومات العسكرية الواردة من مالي تقول بأن هناك طيران من دول صديقة لمالي شنت هجمات على هذا أو تصدت لهذا الهجوم، والله دمرت عتادا لهذه التنظيمات الإرهابية والانفصالية. بطبيعة الحال هنا في الغالب غادي يكونوا كيقصدوا تحالف دولة الساحل، يعني النيجر وبوركينا فاسو، حتى هما غادي يكونوا دعموا مالي لأن بينتهم وحدة تحالف مشترك. احنا بالنسبة إلينا أعتقد بأن المعطيات اللي غادي نقدروا نوفروها للماليين غادي تكون معطيات استخباراتية، ولربما غادي نوفر لهم كذلك مجموعة من الأمور اللي نقدروا نتحدث عليها في المستقبل، ماشي دابا، لأن عاجلا أو آجلا سنكون مضطرين لتنظيف ولا لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتصاعدة في الساحل. لأن شوفوا الإخوان، الخطر اللي غادي يكون هنا راه غادي يكون على كل. إلى ماشت دولة مالي سقطت في يد الإرهابيين، راه مشي مالي اللي تضررت، الدول المنطقة بأكملها غادي تضرر، بما في ذلك زريبة الجزائر وهذه المسخة الواديين يلعبون بالنار ولا يدركون ما يفعلون. تخيلوا معي دولة بحجم مالي سقطت في يد الإرهابيين، عرفتوا شنو غادي يقع؟ الإرهاب غادي يضرب العالم كاملا، لأننا غادي نلقاو واحد القاعدة خصبة، غادي نلقاو واحد بلد بأكمله يدير فيه ما بغوا ويخطط كيف ما بغوا، وغادي يلقاو الموارد وغادي يلقاو الأسلحة وغادي يلقاو بزاف ديال الحوايج. احنا الحمد لله عندنا الجدار الأمني، الحزام الأمني يحمينا، لكن الدول الأخرى كلها ستكتوي بنار الإرهاب، كلها راح